اهم جزء في الفيديو لان هنقفل فيه التابلو كله مع بعض بكل التفاصيل، وهحاول اضيف فيه كل حاجة اعرفه عشان تبقى كل المعلومة قصادك واضحة وصريحة. جبت الخشب اللي قصيته المرة اللي فاتت وجمعته في الجزء اللي فات، جبته وبعد كده حطيت القماش تحته واخدت في حدود 8 سنتي زيادة من كل ناحية من الشاسيه عشان يكون القماش زيادة واقدر اشد براحتي واقدر اتني التانية اللي جوه التانية اللي هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. وقعدت على الارض عشان اكون مرتاح واعرف اشد براحتي، وبقيت اجرب انهي تانية احسن، بتني وبعد كده بفك، بتني وافك واشوف انهي تانية احسن او انهي تانية مناسبة. وعايز اخد رايكم في حاجة، الفيديو لما يكون طويل احسن ولا لما يكون قصير وضيف فيه كل حاجة، علشان محدش يزهق ويمل وما يتفرجش على الفيديو لاخره ويبقى كده انا ما عملتش اي حاجة. لان هدفي من اي فيديو ان اعلم غيري حتى لو كانت حاجة بسيطة، فكده اي حد هيشوف ان الفيديو طويل وعايز يتعلم هيشوف ان الفيديو طويل وما يتفرجش على الفيديو لاخره. فكنت عايز اعرف رأيكم في الكلام ده. كنت بتني حتة وادبس وبعد كده اتني واشد وبعد كده ادبس، كل فاصل من كل دبوس مثلا في حدود 5 سنتي، عشان يعني ما توفر برضو في الدبابيس يعني، وفي نفس الوقت ما يبقاش الشكل البرواز كله مليان دبابيس وشكله مش هيبقى حلو. خلصت جنب وبعد كده دخلت في الجنب التاني علشان الموضوع يكون سهل وما تلخبطش نفسك. ابدأ في جنب وخلصه وبعد كده ابدأ في الجنب التاني، بس هو بتأكد ان في قماش زيادة وكل حاجة مظبوطة علشان ما ترجعش تفك وتاخد وقت كبير. هبدأ اراجع واتأكد اني مزود قماش زيادة من كل جنب، احسن يكون في جنب زيادة والجنب التاني ناقص. وهبدأ اعمل تانية صغيرة، بس في الاول هبدأ اراجع، ومهم ان اراجع احسن اعمل تانية كبيرة والجنب التاني ما يكونش فيه اي زيادة. وبقيت اشوف التانية مناسبة ولا لا، وبعد كده هبدأ ادبس. ولما اتأكدت ان كل حاجة مظبوطة بقيت اسند رجل على الخشب، وهقول لكم ليه ابتديت اتني التانية دي وليه لازم اتني التانية ديت. وهنا لازم نتني عشان كذا حاجة. اول حاجة القماش بيبقى فيه زيادة اللي هي تمثيل، فلازم نداريها عشان شكلها بيبقى وحش، ولان دي لو ما اتعملتش بتقلل من جودة التابلو، فلازم تتنيها عشان شكله يبقى حلو. وتاني حاجة برضو دي بتبقى محافظة على القماش كويس، ما تخلوش ان هو ينسل في الاخر. مش مهم دلوقتي الكرمشه اللي انت شايفها في الظهر لان لسه ما عملتش الجنبين التانيين، فاكيد لما اجي اعملهم الكرمشه هتختفي. لغاية كده كل ده سهل ومفهوش اي حاجة صعبة. هخلص الجنب ده واحدة واحدة من غير استعجال علشان الصعب لسه ما جاش، وفاضل كام دبوس في الجنب ده بس قبل ما نخش على الجنب التاني. وهقوم وهبدأ اراجع. انا دايما كده بحب اراجع الحاجة حتى لو انا متأكد 100% ان انا مزود قماش، انا بحب اراجع عشان ما بحبش اعمل حاجة وارجع تاني افكها. وهنا اول حاجة مهمة ببدأ اشد واعلم بدبوس عشان لما اجي اشد من الجنب التاني الجنب ده ما يكرمش. وقمت وبقيت افكر شوية هبدأ من انهي جنب، الجنب ده ولا الجنب التاني، انهي اقرب وانهي احسن. وبفكر مع الخشب وبقيت اسأل القماش انهي احسن جنب المفروض ابدأ بيه. وبقيت امشي ايدي على القماش احسن يكون فيه نشارة خشب باقية ولا حاجة، وبقيت اطبل واشوف انهي جزء اسهل من الجنب التاني. ولما اقتنعت ان الجنبين متعبين ومفيش حاجة فيهم سهلة، قعدت واخترت من جوه لبره علشان ما احسش بالوقت، لان الحتة دي اكتر حتة بتتعب الاعصاب بالذات لو في الشتاء. لان في الشتاء مش بحب اعمل حاجة وبحب ان اكون تحت البطانية طول الوقت، وهبدأ اشد جامد علشان كل جزء يكون مشدود كويس. واهم حاجة ان لازم اشد كويس عشان لو ما شدتش كويس القماش بيبقى عامل كسرات، فلما اجي ارسم عليها اي رسمة بتكون باينة وبيبقى شكلها مش حلو. بسند رجلي على الخشب وبعد كده بشد القماش واربس واتني، بعد كده بشد القماش واربس. هي كل الخطوات شبه بعض، اللي بعمله هنا بعمله في الناحية التانية، واللي بعمله في الحتة دي بعمله في الحتة اللي جنبيها. مش عارف اوقات كتير مش بحب اعيد الكلام هو، ولو عدته انا عن نفسي همل او هزهق من الكلام. دخلت على الجنب التاني واهم جنب، وهفك الدبوس اللي كنت معلم بيه القماش احسن القماش يكش. فكيت الدبوس اللي كنت معلم بيه القماش الزيادة عشان مش عايز القماش ده يتكمش ويقل، فشديت القماش وعلمته بالدبوس وبعد كده فكيته تاني.
وبقيت اشوف انهي تانية مناسبة ما تاخدش قماش زيادة. بس الحمد لله القماش طلع زيادة بس ازيد عن ما كنت عايز، ولو كنت كملت كده كان هيبقى عامل كلكوعة كبيرة ورا، شكلها كان هيكون رخم، فلازم اشيل الزيادة. بعد ما جبت حتة خشب عشان اعلم بيها الزيادة فضلت ادور على قلم جاف عشان الخط بتاعه كان هيكون واضح واقدر اقص بسرعة، بس ما لقيتش غير قلم رصاص. مش عارف هنا المقص كان تلم ليه، المفروض كنت اخلي باين مقص للقماش بس عشان ما يبقاش تلم، وكنت بستخدم مقص للقماش بس كنت لما باجي بدور عليه ما كنتش بلاقيه. كان بيفكرني بفيلم فؤاد المهندس لما كان بيدور على القلم الجاف وما كانش بيلاقيه، بالظبط كده زي المقص بتاعي، كنت لما باجي بدور عليه ما كنتش بلاقيه. وجات اهم حته في التابلو وهي الشد الاخيره بتاعت الجنب الاخير، وديت اللي هتبين ان كان تعب يستحق ولا لا. فاضل اخر كام دقيقة وبعد كده نخش على الدهان. هيبقى كده فاضل الجناب اللي هي التفصيلة بتاعت الجناب بتاعت التابلو، وبعد كده هندهن مع بعض. وهقول لكم برضو في فيديو تاني مختصر برضو كام ثانية التركيبة بتاعت الدهان، وهي كانت هتبقى عبارة عن بلاستيك ابيض بلاستيك وغيرة وورنيش مائي. لو كنت عملتها في الفيديو ده كان هياخد وقت كبير، غير كده الحاجات كلها ما كانتش موجودة عندي فما كانش هينفع، وفي حاجة ناقصة وارجع تاني اعيده تاني، فقلت طب بعمل فيديو اشرح فيه كل حاجة عن الدهان. فاضل كام ثانية ونقفل التابلو مع بعض. واخر حاجة عايز اقول لكم انا ليه ابتديت اعمل تابلوهات ديت وليه بطلت اشتريها جاهزة. في الاول انا كنت بجيبها جاهزة ما كانتش بتبقى الجودة بتاعتها كويسة علشان الخشب بتاعها كان رفيع فكان بيتكسر، فقررت ان اعمل كل حاجة بنفسي عشان اضمن الجودة بتاعتها تكون كويسة. غير كده كان بيطلب مني لوحات بمقاس كبير، فحبيت برضو ان كل حاجة تكون عندي عشان ما افضلش رايح جاي عند النجارين انا عايز خشب كذا انا عايز مقاس كذا. فقررت ان كل حاجة تبقى عندي في البيت واستغل الوقت، وعلشان ما حدش يتأخر عليا برضو في وقت بتاع تسليم، فقررت اعمل كل حاجة بنفسي عشان اضمن الجودة وكمان متأخرش في وقت التسليم. قفلت اول جنب وهخش على الجنب التاني وهبطئ الكاميرا عشان برضو تشوف انا بعمل ايه واحدة واحدة، عشان برضو الجنب الحتة دي مهمة، من غيرها برضو الشكل هحس ان هو مكملش، فلازم برضو اطبقها واحدة واحدة عشان الشكل بتاعها في الاخر يبان. بعملها كده زي السمبوسة، في حتة تخش جوه وحتة تبقى بره، وهشد هفكها اهو هفكها هدخلها في جنب اهو واقفل عليها واشد اقرط كده اقرط جامد، وبعد كده بدبس. ولو في زيادة زي الحتة ديت عادي ممكن اقصها بمقص، بس انا بفضل ان انا اخليها علشان لو حبيت انقل اللوحة على مقاس اكبر يبقى فيه قماش زيادة وما يكونش فيه مشكلة في نقل اللوحة، ولا بفضل برضه اخليها عشان دي بتبقى حماية للوحة. وتاني حاجة مهمة برضه اوقات كنت بشوف ان هما بيجي يرمموا اللوحة لو في خلفية زيادة بياخدوا اللوحة وبعد كده بينقلوها على ظهر خشب نفس المقاس او مقاس اكبر على حسب الطلب، علشان كده المفروض اخلي الزيادة دي لو محتاجتهاش دلوقتي اكيد هحتاجها بعدين. ونرجع للفيديو تاني جنب هيكون برضو بالبطيء، وبعد كده هسرع باقي الفيديو عشان لما اجي انزله ما ياخدش وقت في التحميل، والباقي كله هيكون سهل وبسيط. ولو في حاجة وقفت معاكوا عادي ممكن تقولولي ايه اللي وقف معاكوا وانا اقدر عادي اساعدكوا واقدر اعمل فيديوهات بسيطة اشرح فيها اللي واقف معاكوا. وهنا حابب اقول كام حاجة وبعمل فيديو ليه تعليمي على الحاجات ديت، ما في ناس عادي ممكن تشتريها بدل التعب ده كله. اول حاجة في ناس مش مقدرتها ان هي تشتري تابلوهات، ودلوقتي كل حاجة غليت، الالوان كلها غليت، التابلوهات كلها غليت، ولو حد حابب يتعلم حاجة جديدة مش هيعرف عشان الخامات بتبقى غالية. وانا حبيت اساعد غيري واي حاجة انا اعرفها هبدأ اعلمها، حتى لو الحاجات اللي انا اعرفها حاجات صغيرة ممكن ما تفرقش معاك دلوقتي بس ممكن تحتاج ليها بعدين. وانت لو شفت استفادة من الفيديو حتى لو كانت حاجة صغيرة يا ريت ما تبخلش برأيك وتقولي، لان ده هيفيدني وهيشجعني ان اعمل محتوى تعليمي اكتر، لان مفيش اي لازمة لو مفيش حد هيستفاد من الحاجة اللي انا بعملها غير لو انا حابب اعمل الحاجة دي. بس لو انا حابب اعمل حاجة زي كده هبدأ اعمل بداية الفيديو بداية الحاجة اللي انا بعملها، وبعد كده هصور الشغل بتاعي الرسم بتاعي وما اقولش اي معلومات من اللي انا بقولها، بس انا حابب انا افيد غيري.
غير كده ما كنتش هدعم في المونتاج، لان فيديو زي ده بياخد مونتاج في حدود 5 ايام او 6 ايام، علشان اجيب اسهل طريقة ممكن يتعمل بيها وما يكونش صعب على اللي هيعمله. عاد الصعب كله ما بقاش الا السهل، وفاضل اخر خطوة بسيطة اللي هي التقفيلة ديت، وبعد كده هنخش على الدهان. مشدودة كده زي الطبلة بالظبط، مفيهاش اي كرمشة، مشدودة كده. هنبدأ الدهان، والمرة اللي جاية هقول لكم التركيبة بتاعة الدهان ايه. هو هيبقى عبارة عن بلاستيك ابيض وغير خشب وورنيش مائي، وهنخلطهم على بعض بنسبة معينة وبعد كده ندهن بيهم. هنبدأ في الأول من اللي فوق، عشان لو هيسيل يسيل على تحت، وأي لون أو أي حاجة أو أي خلفية برضه خدها نفس النظام، خدها من فوق وبعد كده ارسم اللي تحت، عشان اللي فوق ما يسيلش على اللي تحت. لازم تبدأ من فوق وبعد كده تنزل على اللي تحت. في حاجة أنا مهمة لازم تبدأ تعملها، وهي إنك أنت تستخدم نوع الفرشة المناسب. ما تبدأش مثلا حاجة زي كده ويكون التابلو كبير وتبدأ مثلا تلون بفرشة صغيرة أو مش صغير. لازم تستخدم مقاس فرشة مناسب على الحاجة اللي أنت هتعملها، عشان يسهل عليك الموضوع وما يبقاش متعب ليك، لان دي اكتر حاجة ممكن تزهقك من الموضوع. لو بتستخدم فرشة صغيرة تحس ان هي بتاخد وقت كبير منك ومش عارف تخلصها بسرعة، وهتزهق بسرعة وممكن كمان ما تكملش. فاستخدم فرشة مناسبة للحاجة اللي انت بتعملها. حاول على قد ما تقدر انك تسهل على نفسك الموضوع وتشوف اكتر حاجة مناسبة ليك وتعملها. ونخش على فقرة الساحة، نشقلب اللوحة علشان تكون سهلة والموضوع ينجز معانا بسرعة. على رأي المثل، شغلتنا شغلة مزاج. انت مش هتقدر تعمل حاجة وانت مزاجك مش رايق، او انت مش حابب تعمل الحاجة دي. فحب الحاجة اللي انت بتعملها علشان تقدر تنجح فيها. وما تنسوش تقولولي رأيكم ايه في الجزء اللوحة اللي انتوا شايفينه. حاولت احافظ عليها وحطيت كيس مشمع عشان اللون الابيض ما يجيش عليها، بس برضو كان اللون بيجي عليها. ممكن اجيب درجة من نفس اللون واصلها عادي، مفيش مشكلة. ونرجع للتابلو اللي انا بجهز فيه. ولو انتم ملاحظين انا مبطئ ايدي وبراجع وبسيح اللون في بعض، ما بخليش اللون الابيض فيه حته متكتله ولا حته تانية خفيفه، وبفرش بالفرشه عادي. وجات اكتر حته بحبها واللي هي الحته الاخيره من الدهان. واشتغل هنا بالراحه عشان ما تسيبش اي فراغات ولا اي حراميه. وعلى رأي المثل، في التأني السلام وفي العجلة الندامة. مش عارف بقى كده المثل صح ولا لا، بس بقى لو غلط صلحوه انتوا. ونكمل برضو الفيديو. هسيبكم كام دقيقة مع الفيديو بالمرة ترتاحوا من صوتي، او انا ارتاح من الكلام. ورجعت ليكم من تاني، وهنعمل الظهر مع بعض خطوة بخطوة. هتبدأ من فوق برضو، وتحاول تخلي القماش الزيادة ده ياخد لون اكتر، علشان ده اللي هيحافظ على ظهر اللوحة من اي خرابيش او من اي بوظان. لان مش هينفع تدهن التابلو كله ومش هتعمل الجناب ديت، فتحس ان في حاجة ناقصة. فكمل جميلك للاخر واعمل الجناب دي برضو معاك، واهتم بيها برضو زيها زي اهتمامك بالوش. ويا ريت تشتغل بهدوم شغل، مش هدوم بيت ومش هدوم خروج عشان ما تبص. وما تشتغلش برضو بالعفريت عشان شكلها بيبقى وحش. واكيد برضو مش هينفع تشتغل بيها. ويجي هنا سؤال لسه كده مش عارف هلبس ايه وانا بشتغل. ونرجع للشغل. وحاول وانت بتاخد بالفرشة الفرشة ما تكونش مليانة لون ابيض وتسيل منك كتير، او خلي بالك وخلي العلبة اللي فيها ابيض قريبة منك عشان ما تسيلش منك كتير. ودي واحدة هنا شقلبة. وبقيت اراجع لو في تسييل، ولو في تسييل بسيحه بالفرشة عادي. ولو وصلت لغاية هنا ياريت تقولي نصيحة او حاجة اقدر اعمل بيها او استفدت ايه من الفيديو.